عم بتفتش على صوت الزعيم، عم بتفتش على صوت الدين والطائفة والمذهب، عم بتفتش على صوت الحزب. ايه انت بالمحل الغلط. هون صوت الأرز، الجميع على خطأ ووطني على حق. لحظات صغيرة نتابع وقفة موسيقية وحتى نكون اتصلنا بضيفنا اللواء أشرف ريفي. الو، الله معك سعادة اللواء. مرحبا، الله معك. كيفك يا حبيبنا؟ ان شاء الله بألف خير. الله يخليك ويبارك فيك. تسلم. منحييك ومنرحب فيك ضيف عزيز وغالي على إذاعة صوت الأرز من باريس. انتوا غاليين واعزاء. الله يخليك. تسلم. الله يخليك. جنرالنا حضرتك ضيفنا لأول مرة. نحن على الوحدة ولا هلا؟ نحن على الهوا جنرال، نحن على الهوا. نعم اوكي. حضرتك أول مرة بتكون ضيفنا، ولكن نعم. اسمح لي بحكم كأني خيك الصغير أعطيك فكرة. نعم. أنه نحن إذاعتنا وأي سؤال نعم. يطرح من مبدأ وطني، وما عنا شك أنه حضرتك بنفس المبدأ، ولكن أكيد. نحن على نفس المسافة من الجميع، ومنقول دايما الجميع على خطأ ووطني على حق. فعذرا صحيح. إذا مرق شي سؤال هيك. ما عندي اي مشكله بالاسئله مهما كانت، اذا بدك حياه سواء كانت مواليه او كانت معترضه. لا سيدي، نحن انا بعرف بالحياه السياسيه في كل انواع الاسئله، وانا ما عندي شيء خبيه. انا مستعد اجاوب على كل الاجوبه، على كل الاسئله. تسلم. نحن عرفنا عنك ببدايه الحلقه انك نائب عن مقعد طرابلس، حتى بنرفض نسمي المقاعد المذهبية والطائفية. نعم. عرفنا عنك كنائب لبناني بالبرلمان اللبناني. الله يخليك. لا شك انت بتترشح على دائره معينه، بس تصبح عند الانتخاب نائب الامه. أكيد، ولكن من حيث المبدأ بالنسبة لنا نحن بنرفض هالتسمية السخيفة، مقعد موراني ومقعد سني وشيعي وإلى ما هنالك. نعم. إلى حد ما برأينا شغلة سخيفة. سيدي الكريم، نعم. خليني ابدا انا وياك باخر نعم. تطور الفراغ الرئاسي والفراغ الحكومي. كيف يقرا نعم. الجنرال ريفي، اللواء ريفي، عفوا بتزعجك كلمه جنرال مع انه كمان اللواء ريفي حضرة اللواء، مع انه في كمان لواء بس مش كلهم مثلك، في الوية اشخاص. الله يخليك. كيف يقرأ اللواء أشرف ريفي الفراغ الحكومي والفراغ الرئاسي اليوم؟ لا شك، يعني هاي ما كنا هالظواهر نشوفها قبل هالمرحلة. هاي الحياة كان دائما الاستحقاقات الوطنية والدستورية والقضائية كان دائما تحصل في زمانها وفي أوانها وفي وقتها. طبعا الحياة اليوم لا شك اهتزت المنطقة كلها سوا، ولبنان اهتز سواء بالوجود السوري واليوم بالتحكم أو الوصاية الإيرانية. مشان هيك صارت الأمور حقيقة بعدت الدوافع الوطنية عند كل اللي متحكمين. أنا برأيي صارت فقط كنا أول مرحلة هي إرضاء للنظام السوري، واليوم إرضاء حكما للنظام الإيراني بكل أسف على حساب الوطن بهالمعنى هذا. الكل بنعرف كان مستغرب أنه قبل ولاية ميشيل عون بقينا 2.5 سنين، يعني تقريبا نصف ولاية كاملة دون رئيس جمهورية، إلى أن يفرض علينا حزب الله اللي هو أدوات إيران في لبنان، إلى أن يفرض علينا أنه اللي بده إياه تمام الحياة. وبكل أسف وصل اللي بده إياه، وصل البلد حتى على جهنم خلال هالولاية هاي بكل أسف. بخلال هالعهد المنصرم جنرال حضرة اللواء، عذرا يا أخي، عذرا. شفنا في ناس طبلوا وزمروا انه هيدا انجاز، اللي هن بخط 8 اذار انه هيدا انجاز، وخط 14 اذار
قالوا انه هيدا تنازلنا عن حقوقنا وعملنا. طيب يلي بيتبع 14 اذار بيصدق شو بيقول الزعيم، واللي بيتبع نعم 8 بيصدق شو بيقول الزعيم. في ناس ما بتتبع صحيح. حدا وضاعت. نحن مش عارفين حقنا الخط 29 او حقنا الخط 23. اذا بدنا نحكي رسميا، نحن مبلغين الامم المتحده عن الخط 23، هاي اذا بكون دقيق تماما الحقيقه. انما الجيش اللبناني وحتى في خبراء مبدئيا انه حقنا حكم لل 49 على الاقل الحقيقه. اليوم خليني اقول للامانه، وقت طبلوا وزمروا لترسيم الحدود الحالي، علما خليني اوضح للناس، انا مع ترسيم، في مصلحه وطنيه مع الترسيم، انما كان مع انه ناخذ حقوقنا كامله. مشان هيك بنعرف تماما نعمل همروجه على تعديل المرسوم 6344 كرمال انه بالنهايه نروح على خط 29. هالهمروجه كان منا اذا بدك فقط هو للابتزاز، مش للمصلحه الوطنيه تبعهم. اليوم انا قلت يا جماعه بعد ما هن وقعوا، قلت لهم روحوا اعتذروا من الرئيس امين جميل بفعلا بما يسمى ب 17 ايار يسموه اتفاق الخيانه. كنا اخذين للحدود وقت اللي كانت الدوله الفلسطينيه، يعني حتى اكثر من خط 29. يعني كان حقل كريش معنا، كان في بعض الحقول الصغيره اللي حواليه معنا. اليوم بكل اسف برجع بقول انا مع الترسيم، انما اخذ حقوقي كاملا. هلا يومتها وقت الاتفاق 17 ايار كانت حكما كنا نحن ناخذ كريش او الاسرائيلي، او كنا نشارك الاسرائيلي بكريش. اليوم بكل اسف شاركنا الاسرائيلي بكان اللي هو شمال كريش بمسافه كبيره، وما بنعرف اذا كان هو حقل ولا بمجرد اثبات تسميه وهميه. ما حدا عنا ولا تقرير عنا انه هناك فعلا في نفط او في بترول، نفط او غاز بما يسمى ببقعه قانا او بحقل قانا. يعني ممكن يكون ما في شيء. نحن من سنتين ما كنا سامعين بالتسميه نهائيا، فرضها من اقل من سنتين لهلا. فتشنا هل يا ترى في شيء خبير بالاعماق عمل دراسه، وانت بتعرف اليوم صارت الدراسات متطوره جدا جدا. ما عندنا ولا دراسه ان هالبقعه هاي او حقل قانا انه بالنهايه في بترول او في مؤشرات للبترول. ان شاء الله بيطلع عنا، بس برجع بقول لك اذا بتحكي علميا ما حدا بيعرف اذا عنا ولا لا تمام الحياه. عشان هيك انا بالمقارنه بين 17 ايار وبين هذا الاتفاق، نحن كنا ب 17 ايار كان كل كريش معنا. اليوم بكل اسف الحقيقه اخذوا الاسرائيلي كله سوا مبدئيا، صار هو شريكنا ب 17% بحق القانا، ولو قال انه التوتال حتدفع له 17%. شو التوتال حتدفع من جيبتها ولا من الخزينه الفرنسيه؟ اقوال الحقيقه حتدفع حقبا من محصلات تبع هذا الحقل اذا كان في شيء. نعم نعم. طيب جنرال، انطرقنا بالحدود الجنوبية. شو وضعنا شو وضعنا بالحدود الشمالية؟ لم ترسم. حدود الشمالية وضعنا بكل أسف كذلك الأمر أسوأ، لأنه هي السلطة القائمة لا تتجرأ أن تتحدث بحرية مع النظام السوري الحقيقة. اليوم صحيح وضعنا حكما تحت في عدو إسرائيلي، هون في شقيق بين هلالين سوري، انما النظام مبدئيا هذا القائم والطبقه السياسيه اللي عندنا لا تتجرأ ان تتباحث جديا وعمليا مع نظام سوري. اكبر دليل اعلنوا عن تاريخ مباحثات، اعتذر النظام السوري ما بده يستقبلهم وما استقبلهم بكل اسف. يعني حتى هاي ما عمله، يعني مع انه هن كانوا حلفاء وكانوا شركاء الحقيقه. اليوم وقت انت بتكون تفرض حالك يعني سلطه سياديه محترمه، حتى لو ما اذا بدك ما حبك بس بده يحترمك غصب عنه، وقت بيعرفك انك انت فاسد وانت غرقان بالفساد بيستهتر فيك وما بيعطيك اي قيمه نهائيه. جنرال، حضرة اللواء، بين يعني ما بدي عم جرب صيغ السؤال براسي حتى لا افهم خطا توصل الرساله صحيحه لحضرتك. بين نعم. العدو الغاشم والغاصب وكل ما هناك من صفات منحطة فيه، مش مختلفين بميلة بجنوبنا. بين العدو الصهيوني اللي طمعان بأرضنا وبين الخي اللي مستحلي وضعنا، من أساء إلى لبنان؟ الشقيق السوري من أساء أكثر إلى لبنان؟ الشقيق السوري أم العدو الصهيوني؟
وقت كنا صغار كنا يعلمونا بالتاريخ انه لبنان صعوباته ما بين والي عكا ووالي الشام. بعده صعوباتنا بين والي عكا ووالي الشام. اه اوكي، وصل الجواب. صحيح. بالنسبة لموضوع الكابيتال كنترول، الكابيتال كنترول بكل بلدان العالم وقت اللي بتقع مصيبة بمصرفية مادية بالبلد، خلال فترة 24 ساعة بيعملوا كابيتال كنترول للحفاظ على المبالغ بالبلد تما تصاب بانهيار مادي لعنا. بعد سنتين وشوي بعدهم الشباب شي بده شي ما بده وشي خايف ما بعرف شو. هل لأنه من يمسك القرار في لبنان هن أصحاب المصارف، أم هناك طلب ما بعرف من مين، بركي من الروح القدس، انه ما تعملوا كابيتال كنترول وبعدهم عم بيمرمغوا والناس عم تغرق اكثر واكثر وما في كابيتال كنترول؟ كيف يقرأ اللواء ريفي هالموضوع؟ لا شك مثل ما تفضلت ببداية السؤال، انه اليوم وقت يكون في عندك ازمه نقديه وازمه ماليه بتعمل قانون كابيتال كنترول لفتره زمنيه معينه تحافظ حتى لعدم انهيار العمله. بس اتس تو ليت مثل ما بيقولوا، حقيقه كثير تاخرنا، ما بقى له قيمه الكابيتال كنترول، لانه كل القدرات اللي هي الاموال الكبرى مع سميه النافذين مين ما كانوا يكونوا مبدئيا، هربت الاموال للخارج مبدئيا. لم يعد هناك اموال في لبنان، سواء اقريتها او لم تقر، انا برايي ما بقى تنفع شيء، لانه بالنهايه اللي قادر هرب مصرياته. بتعرف الكميات الكبرى هي مع القادرين، كلهم هربوا مصرياتهم. وقت تاخر بقرار معين ما بيعود له قيمه القرار الحقيقي الاماني. بس بالرغم من هيك يعني بلش الحوار في اذا بدك من اشهر معينه، لو اقر بوقت معين كان ممكن تضبط شوي صغيره، وكل ما تاخرت يهرب ما تبقى من اموال في لبنان. مشان هيك انا برايي الكابيتال كنترول متاخر جدا جدا جدا، وكانه اذا بدك حياه يراد منه انه يهرب حتى ما تبقى اللي هي ما عادت حرزانه مبدئيا، ليقرر يبقى حبر على ورق بدون تنفيذ نهائي حقيقه. بس لواء، حضرتك بتعرف انه الرأسماليين او اذا بدنا نقول النافذين في البلد اللي هن كناية عن رجال اعمال، منهم رجالات صح. دولة، صحيح. اغلبيتهم قبل بشهرين وبثلاثة طلعوا مصرياتهم. رئيس كلهم لانه حكومتنا كلهم بيعرفوا رئيس تمام ومضيع لكلامك. حكومتنا ايه. رئيس حكومتنا الرجل الأعمال الكبير اللي مش مخلى شيء بالدنيا لما حاطط إصبعه فيه قبل فترة من طلع مصريات. يعني كانوا بيعرفوا. ليش ما انعمل كابيتال كنترول سريعة؟ لانه هن اصحاب المصلحه، ما هن اللي هربوا مصرياتهم، كان بدهم يهربوا مصرياتهم وعمليا هن هربوا مصرياتهم. ما ممكن يعملوا كابيتال كنترول ليمنعوا حالهم يهربوا ما يسمى مصرياتهم، هاي مصريات الناس. يعني يعني هربوا مصرياتهم نعم وسرقوا اموال الناس وهربوا اموال الناس يعني سطوا اموال الناس وهربوها الحقيقه. نعم، عشان هيك يعني اليوم سرقوها برجع بقول لك وهربوها. ابن خلدون بيقول انه ما في تجمع المصلحه الخاصه والمصلحه العامه بالطبيعه البشريه. بالخليج بيقولوا يعني يا اماره يا تجاره. يعني اذا بدك تشتغل بالسياسه بالاماره يعني اوكي فليكن، بس ما فيك تجمع الاماره والتجاره. الطبيعه البشريه الانسان بيروح على مصالحه الخاصه بانانيته، مش على المصلحه العامه الحقيقه. انا برايي يجب ان لا يتعاطى اصحاب رؤوس الاموال او اصحاب البزنس بالسياسه نهائيا، لانه فعلا بيحولوها لمصالحهم الشخصيه الخاصه. واكبر دليل النموذج اللبناني بخلال هالسنوات هاي الحقيقه الامانه، نهبوا اموال العالم، نهبوا اموال الخزينه وهربوها كلها سوا، وبعضهم عم يماطلوا بالكابيتال كنترول. اليوم سواء اقريتوا او لم تقروا انا برايي ما بقى له قيمه وما بقى ينفع شيء نهائيا. صحيح، للأسف من ما يسمى انتهاء الحرب اللبنانية لغاية اليوم لم نرى صحيح. في الحكم. هلا للامانه خلينا هون نوضح للمستمعين تفضل. انه بالنهايه تحويل الاموال للخارج بنظام في ظل نظام برلماني هو امر قانوني، ما حدا في يمنعه بالقانون نهائيا الحقيقه. انما بالنهايه هو اخلاقيا ممنوع مش قانونيا ممنوع، لانه ما عندنا قانون يمنع، لانه نحن اعتمدنا النظام المصرفي او نظام الاقتصادي الحر. يعني هن عم بيعتمدوا على كلمة حق يراد فيها باطل. حضرة اللواء، يمكن دق تليفونه لحضرة اللواء. حضرة اللواء
الو. نعم الو. حضرة اللواء. راح ما في مشكلة. لانه عم يجيني خطوط ما الحقيقه في لاني عم مشكلة. تقطش شوي نعم. صغير. أنا كنت عم بقول للشباب عم بيقولوا كلمة حق ولكن يراد فيها باطل، عم بيستعملوا القانون بشكل إنه القانون بيسمح لهم. ايه صحيح صحيح صحيح. خليني حضرتك كنت وزير عدل سابق نعم. ووزير أيضا بالوكالة يمكن للرياضة والشباب. هل اكتشف اللواء أشرف ريفي فساد في وزارة العدل يوم ذاك؟ اول شيء وزاره العدل كوزاره، يعني خليني اوضح لكل المستمعين، الوزير ما له حق يتعاطى ولا مع قاضي نهائيا، فقط مع النيابات العامه بس، ما اكثر من هيك. انما اي قاضي حكم او قاضي اذا بدك تحقيق او اي شيء ممنوع وزير العدل يتعاطى. ثانيا فيما خص الوزاره الاعمال الاداريه ما فيها ولا فرنك يعني قرطاسيه بالكاد تقدر كنت تامن قرطاسيه مبدئيا حقيقه. الو. نعم بسمعك لحضرة اللواء، تفضل. في بالحد الادنى فقط لا غير مبدئيا. اخر شيء حكما عندنا تفتيش قضائي، كمان وزير العدل ما بيفوت بالتفاصيل الا بس بضبط بانتظام الامور فقط لا غير الحقيقه. وانا كنت هي الوزاره بحد ذاتها عندها خصوصيه معينه. نعم. هناك استقلاليه السلطه القضائيه عن السلطه السياسيه. انا كنت سياسي، ما لي حق كنت اتدخل بالسلطه القضائيه الا بس باداره الامور وامن لهم احتياجاتهم كلها سوا بهالمعنى هذا الحقيقه. وكانت كل ملفات اذا بدك اللي فيها خروج عن القانون، خروج عن الانضباط، خروج عن الشفافيه، انا برايي هو يعني التفتيش القضائي هو معني فيها تماما. يعني سلطة محدودة كان عند حضرتك الى حد ما سلطه شكليه اذا بدك كمان. الامانه، سلطه شكليه فقط، يعني ما سلطه امره. نعم. يعني مش القضاة مش تابعين لوزير العدل فيما خص ملفاتهم للأمانة إذا بدك الحقيقة. نعم. يعني في هناك قضاة بقلب التفتيش القضائي نعم. عندهم ارتباط مع وزير العدل بس مش ارتباط تبعية كذلك الأمر، بمعنى يعني أنك أنت توجه الأمور بهالمعنى هذا الحقيقة. نعم. هون خليني ننوه للأمانة، فضل. بس كل الكلام اللي عم نحكي عن السلطة القضائية عندنا قضاة من أنزه ما يكون وعندنا قضاة من أقدر ما يكون، أكيد ما كلهم سوا مبدئيا حقيقة، إنما عندنا خامات مميزة جدا جدا. إنما الجو السياسي اللي كان عم يحكم البلد منه جو إذا بدك وطني، جو همه يعني بمعنى آخر همه يخضع لمن أقوى. وأنا دائما كنت شبه وضعنا الحالي بوضع فرنسا، خاصة أنه أنتم بفرنسا حاليا. نعم. بالحرب العالمية الثانية بحكومة فيشي وقت الاحتلال النازي فات احتل فرنسا ركب سلطة بدها رضا الاحتلال النازي تحت عنوان الواقعية. نحن بوضع مماثل لحديث هلا بكل أسف الحقيقة. عشان هيك أنا بتصور كانت يعني التحكم كان أكيد هناك كان احتلال بشكل واضح، احتلال بيعمل وصاية الإيراني من خلال سلاح حزب الله ما يشبه إذا بدك هذا الاحتلال النازي بكل أسف. والسلطة القائمة إذا بدك سلطة دمى هم مصالحها وهم إذا بدك مراكزها تحت سلطة حزب الله وبقدرة حزب الله بكل أسف. ما كل اسم الله كل أمير من أمراء الحرب عامل فيشي بمنطقته والبلد كلها فيشيات. صحيح. فيشيات. يعني فرنسا كلها كان عندها فيشي واحد، نحن عندنا فيشيات الحمد لله. كل فيشي عم زبلته صياح. بكل أسف. صحيح. حضرة اللواء، انفجار المرفأ هز ضمائر العالم كله. نعم صحيح. إلا ضمائر حكام لبنان. الموقف الإنساني يلي صار، العاصمة تهدمت، ما حدا حكي، خرصن عمي طرشن، ما في شيء. 230 أكثر من 230 ضحية، عشرات آلاف الجرحى، اقشعرت الأبدان. كل الدول كل الدول الأفقر منا واللي ساعدتنا ونددت بهالتفجير، وعنا ما في حدا. حضرتك بمقابلة مع فرانس 24 قلت إنه السلطة تعطل عمدا تحقيقات المرفأ ونتجه لنطالب بتحقيق دولي. كيف برأي حضرة اللواء الأمونيوم من يملك، من استقدم الأمونيوم، إذا كان هو استقدمهم أو إنه حجزهم، إنه كمشناهم خلوهم منعوزهم، وكيف تفجر المرفأ ولماذا هذا الصمت؟ لك بالتحقيقات، أنا جاي من خلفية التحقيقات الحقيقة،
بالتحقيقات في مبدأ أنه كاد المريب أن يكون خزوني. يعني اللي ما له مصلحة بالتحقيق هو الذي يعرقل التحقيق، والبريء ما بيتدخل بمسار التحقيق نهائيا لأنه أصلا ما له حق يتدخل بمسار التحقيق. عمين إذا عم اللي بتلمح بيحاول حضرة اللواء؟ رح أقول لك بوضوح، أنا مش تلميح، أقول لك بوضوح. تفضل. إذا اللي بيحاول يعرقل التحقيقات يعني هو له علاقة بالجريمة الحقيقة. أنا أعطيت إفاتي للمحقق العدلي الأول الحقيقة، من فادي صوان، القاضي فادي صوان، اللي بوجه له تحية، وكمان تحية للقاضي طارق بطار الحقيقة. نعم. للأمانة أعطيت إفاتي، قلت له ليك هذا الجريمة من شقين: مين جاب النيترات الأمونيوم ومين فجر النيترات الأمونيوم الحقيقة. أنا فيني أقول لك إذا بخبرتي الأمنية وبمعلوماتي، اللي جاب النيترات الأمونيوم على مرفأ بيروت ولو بلعبة بهلوانية إنه رايحين على الموزمبيق وبالصدفة قال طلبت لتاخذ الجرافات تبع وزارة الأشغال، إنه بالنهاية حولت على بيروت مش جاي على بيروت، هذا كله كذب إذا بدك. هاي دليل إضافي على يعني على المجرم كذلك الأمر الحقيقة. اللي جابه هو حكم النظام السوري مع حزب الله، ولا يمكن أن يضع إذا بدك مواد متفجرة بمرفأ بيروت ضد كل قواعد السلام العامة إلا بمرفأ بيروت إلا حزب الله الحقيقة. وما حدا في خلية 6 سنين أو 7 سنين لم يطالب إذا بدك برسم من رسوم، لا الأرصفة ولا التخزين ولا إذا بدك الحقيقة الحفظ ولا الحجز أبدا نهائيا. إذا الوحيد اللي قادر ما حدا يتجرأ يقول له شو عم تعمل إلا حزب الله. كان عنده، قلت أنا، كان عنده مربع امني بمرفأ بيروت، كان عنده مربع جمرك بمرفأ بيروت كذلك الامر الحقيقه. مشان هيك انا برايي الشق الاول من استخدمه هو حكما النظام السوري، وكل بنعرف تماما استعمل النظام السوري جميع يعني كميه كبرى استعملها ببراميل متفجره ضد شعبه. وبالمقابل حزب الله كان عم بيقول حسن نصر الله انه هو ما بيعرف شيء، ما عنده نترات امونيوم. انه له حبيبي ضبطت خليه لك بقبرص مع نترات امونيوم، ضبط خليه لك بالكويت بالعبدلي مع نترات امونيوم، ضبط خليه بتايلاند مع نترات امونيوم، ضبط باخر شيء بالمانيا مع نترات امونيوم. مشان هيك انا بري هاي الحجه ساقطه تماما الحقيقه. اذا من استخدمه هو حزب الله والنظام السوري، ولصالح النظام السوري لصالح حزب الله. هلا مين فجره؟ قلت له انا ما عندي معطيات، بس انا اميل انه العدو الاسرائيلي فجرها. الارجح كان ضرب يمكن صفقة صواريخ او ضربها هي ذاتها، وسواء بعمليه تقليديه او بعمليه غير تقليديه الحقيقه. اليوم فيك تفجر عن بعد بوسائل معينه، او فيك تنزل رجال ضفادع بقلب المرفأ بيطلعوا بالليل بيحطوا عبوات ناسفه، لانه نيترات الامونيوم ما بتشتعل اذا بدك بنار الحقيقه مثل ما قالوا تلحيم الحقيقه. هي بدها مفجر ليفجرها الحقيقه الامانه. مشان هيك انا بتصور الحقيقه، برجع بقول لك انا الشق الاول حكما اتهم النظام السوري هو اشتراها، وكذلك الامر الحقيقه اللي وحزب الله حماها واستخدم جزء منها. بالمقابل المسؤوليه الثانيه برجع بقول لحتى اكون دقيق، انا اميل لانه الاسرائيلي فجر او فجر شيء حتى وتفجرت هي بعدين الحقيقه. بالمقابل الحقيقه هناك حكما ادله واضحه انه حزب الله عم بيحاول من خلال قدرته وكل اذا بدك اللي بيدوروا بفلكه انه يمنع التحقيق ان يسير بمساره طبيعي. عشان هيك انا بتصور حقيقه هاي حزب الله يشير الى نفسه بعلاقه ما بهالمتفجرات اللي موجودين الحقيقه الامانه. شفنا سعادة اللواء على كثير من وسائل الإعلام والتلفزيونات قبل التفجير بفترة إسرائيل كانت عم بتقول في عنده مصانع أسلحة هون وهون، وقالوا قيل بالوقت على المرفأ 28 مركز حددوهم الحقيقه على الخريطه ليقولوا مخزن هون هيك، مخزن هون هيك، مخزن هون هيك، مخزن هون هيك. مشان هيك انا برجع بقول لك، وكان في اشارتين عن انه اسرائيل هي فجرتهم، من خلال انه بعد لحظات بيطلع حدا من المسؤولين الاسرائيليين بيقول انه بالنهايه ضربنا اللي كانوا بدهم يضربونا فيه. وبيطلع يومتها كان الرئيس الامريكاني ترامب هو بيقول انا سالت الجنرالات قالوا هذا اتاك يعني هجوم بهالمعنى. هذا رجع بعدين الاسرائيلي صمت والامريكاني صمت، ما عادوا حكوا من هول الكارثه الحقيقه. طيب هلا هيدا كان نص السؤال جنرال حضرتك طرحته. انا بدي اقول لك الاحرار في لبنان، نعم. اهل الضحايا واقفين الى جانب اهل الضحايا، والابرياء هن مع التحقيق الكامل، لانه بالنهايه اذا ما في عداله ما في حياه وما في استقرار وما في امان ابدا نهائي. ما بتنبنى دوله بدون عداله تماما الحقيقه. سعادة اللواء اللي نعم. عم يحاول يعني يعرقلوا مسار التحقيق هن حكما معروفين اللي هن كان لهم علاقه بالنيترات الامونيوم او بالتفجير.
سعادة اللواء، من سنة ال90 إذا ما بدي أرجع لسليم اللوزي وللشهيد كمال جنبلاط ولا خليني أقول من سنة ال90 لغاية اليوم لم ترتكب جريمة وبين الفاعل إلا سرقة موتوسيكل وسرقة خسة وسرقة طاسة. خلينا أقطعك. بال 2005 نعم. بانفجار رئيس رفيق الحريري نحن كان لنا الشرف أن عملنا التحقيق مع كل المخاطر. كان للأمانة كان في تحقيق دولي ساهم بحمايتنا مش كليا. رحنا 8 شهداء وانا وضعت سياره مفخخه تحت بيتي فقط كرمال تحقيق رئيس رفيق الحريري اللي اثبتنا فيه انه حزب الله هو القاتل الحقيقه. بالمقابل نحن انا ووسام الحسن الله يرحمه اللي اعترضنا كذلك الابر كشفنا جريمه 24 ابو ناسبه كانت مع ميشيل الوزير السابق ميشيل سماحه. وبالمقابل الحقيقه دفعنا ثمن 8 شهداء وانا كنت يفترض تكون الشهيد الحي وانا الشهيد الحي حاليا يفترض تكون شهيد فعلي الحقيقه. هاي جرائم كبرى وقت تكون عندك اراده وعندك قدره الحقيقه بتكمل. يعني كان عندنا اراده وتصميم. ما بينبنى وطن انه بالنهايه فعلا اذا بدك اذا ما في عداله تماما وبالنهايه حكما كنا بين خيار انا ووسام الحسن. يا منموت شهداء نقتل يعني بتفجيرات مفخخه او اي شيء كما استشهد وسام الحسن وكما وضعت السيارة تحت بيتي، او منموت من عذاب الضمير. وانا قلت له وسام الحسن خلينا نموت شهداء احسن من نموت بعذاب الضمير احسن ونحن متقاعسين. بعدين سواء كان عدو او كان شقيق من يعتدي على لبنان يجب ان نواجهه كامنيين وواجهناه بكل شجاعه الحقيقه للامانه. مشان هيك انا بقول لك لا، وقت اللي بيكون في فعلا في رجالات ووطنيين عندنا قدره وعندنا خبره مبدئيا بيقوموا بواجباتهم الحقيقه اللي احنا خرقنا. ما تفضلت فيه انه بالنهايه ما بينكشف الا غير بيسكليت او سياره او اي شيء. لا، احنا كشفنا جرائم كبرى وجرائم نادره ما تكشف بدول العالم كلها سوا الحقيقه، لانه بالنهايه بيكون في تآمر لعدم كشفها الحقيقه. نحن بالرغم من كل الضغط علينا وبالرغم من كل شيء كشفناها. مشان هيك انا وقت اللي ناديت انه بالنهايه نحن بدنا نروح على التحقيق الدولي، نحن فقط بحاجه لحمايه التحقيق الدولي مش اذا بدك مهنيه او تقنيه التحقيق. عندنا ما يكفي بالامن كفاءه وعندنا ما يكفي بالقضاء كفاءه، انما بدنا حمايه لانه يعني المجرم مجرم بكل معنى الكلمه يقتل المحققين. ورحنا برجع باكد رحنا 8 شهداء بهالجريمه هاي. اللي حضرتك عم بتقوله كلنا عنا ثقه بالمحققين، عنا اذا اعطيوا الحمايه اللازمه ثقه بكفاءاتهم. صحيح. بدهم حمايه بس. صحيح. حضرة اللواء، مراكب الموت يعني وصلت الناس لمحل عم بيقول لك انا ميت بدي اطلع، يا بموت وبخلص وبرتاح من هالقرطة الموجودين يا بزمط وبعيش بكرامتي. طرابلس دفعت أثمان بالحرب غالي وبالسلم بكل موسم بكل عرس إلى عرس طرابلس. أين نواب طرابلس؟ أين رجال أعمال طرابلس؟ أين المتمولين بطرابلس؟ يا خي ما يشحدوا الناس، يعملوا لهم مصانع، يعملوا شيء. كمان العدو الصهيوني والمحور الأمريكاني مانع أهل طرابلس أنه يعيشوا. أكيد مش بس طرابلس، في البقاع، في بالجنوب، في عنا كتير. صح. بس لأنه حضرتك ضيفنا من طرابلس. نعم. ليش لم يبنى مصنع بطرابلس من متمولين طرابلس؟ خي شو ناقصهم الأخوين؟ مش سعادة الأخوين مئاتي ما ناقصهم شيء. لا بالأردن صيتهم ناقصوا ولا بلبنان صيتهم مش ناقصهم شيء. لماذا لم يبنى مصنع أقله لإعانة الفقير بكرامته بعرق جبينه تاركينه يموت؟ هل هناك من يريد طرابلس بلا فقراء؟ بده يشتري طرابلس ردم؟ بده يستملكها ردم؟ خليني جاوبك بموضوعية. أول شيء المال الخاص للأمانة إذا بالقانون ما قلنا عليه شيء نهائيا. بالأخلاقيات قلنا عليه شيء. نحن عم نحكي أخلاقيات ووطنيات جنرال. أنا بدي جوز أمي، اللي بتجوز أمي بفتش على واحد آدمي. بس خليني نكون موضوعي للأمانة. قبل ما يجي الرئيس مئاتي على اللعبة السياسية، طرابلس كانت خلال المرحلة السورية كانت إذا بدك معاقبة بسبب موقفها السياسي.
اليوم عندنا اهم من المبادرات الخاصه، عندك مرافق عامه هامه جدا جدا. انطلق من عكار اللي فيها مطار شهيد رينيه معوض اللي مغلق بقرار سياسي ايام السوريين وهلا ايام حزب الله. معرض عندنا طرابلس معرض من اهم معارض الشرق الاوسط للامانه اللي عمله المهندس البرازيلي. البرازيلي. بيقول اخي شيلوا لي من انجازاتي هذا المعرض لانه لهلا مش شغال مبدئيا. كان عندنا قدره نشغله خلال المراحل السابقه. كذلك الامر بضم تعطيل كل المرافق العامه الكبرى اللي بتامن فرص عمل لالاف العائلات. انا برايي كذلك الامر عندنا مصفيه بترول بالدول العاديه، اذا فيها نص مصفيه بترول تعتبر حالها يا امنت لاولادها فرص عمل معين. ونحن جيل عشنا وقت كانت الاي بي سي بعزها. نعم. كان كل موظفي الاي بي سي واللي بيشتغلوا معه باشغال ملحقه فيها عايشين احلى بحبوحه. كانت هاي الامور تامن فرص عمل وتعمل دوره اقتصاديه للبلد. مرفقنا بالكاد عم يشتغل هون. خليني اوجه تحيه الحقيقه لمدير المرفق اللي عم يشتغلوا بعجز تماما بس بكفاءه منيحه. عندنا منطقه اقتصاديه خاصه اقرت على الورق ولم يسمح انه تشتغل مبدئيا. اذا برجع بقول لك خلال الحقبه السوريه، لانه نحن كنا ضد الاحتلال السوري، ما حبنا ولا حبيناه ولا سمحنا له انه ما خضعنا له. عوقبنا بحصار حول طرابلس خلال حقبة حزب الله، ونحن لانه ضده بشكل واضح تماما. ما زال العقاب موجود بكل اسف الحقيقه. مشان هيك انا برايي نحن ندفع ثمن موقفنا السياسي الحقيقه. اكيد نفاخر بهذا الموقف السياسي لانه هذا موقف وطني ضد الاحتلال السوري وموقف وطني ضد الاحتلال الايراني حاليا مبدئيا. وقبلهن لو تركنا ما بدنا منيه اشخاص للامانه. وبرجع بقول لك اليوم تفوت عمله الخاص ما لك حق الا بالاخلاقيات فقط لا غير. ما نحن عم نحكي اخلاقيات، يعني بيقدر صحيح. يعمل بزنس، ما هو شاطر بالبزنس. عندنا ما يكفي من المرافق الكبرى العامه لو شغلناها انا برايي، وحياتك كل العائله الطرابلسيه بتشتغل بكرامتها وبتعمل دوره اقتصاديه مش بحاجه لحدا نهائيا. مشيني يعني اليوم انا بتطلع بطرابلس بلاقيها بزعل وقت اللي بلاقي من احلى مدن لبنان الحقيقه، وحياتك من احلى مدن لبنان. أكيد انما بالنهايه هالمدينه شريفه وهالمدينه وطنيه وهالمدينه صاحبه قرار، ما اخضع السوري ولا اخضع ولا حيخضع اكيد. قادر فقط اذا بدك يجيب اذا بدك طبقه سياسيه تتغاضى حتى لو كانت شماليه. هون المسؤوليه تبع رئيس مئاتي وكل رؤساء الحكومات. عندكم مطار بالشمال ليش ما بتشغلوه؟ عندكم مرفق بطرابلس ليش ما بتشغلوه؟ عندكم مصفي بدير عمار ليش بالبداوي ليش ما بتشغلوها؟ عندك منطقه اقتصاديه خاصه بيزعل والي عكا، بيزعل والي عكا، بيزعل والي الشام، والي الشام يعني بزعل انا وقت بلاقي طرابلس بالانتخابات بيجي بعض المرشحين اللي بيوزع خبز صورته على كيس هالقد اهل طرابلس عم تسترخصون ليش؟ لا هن الخاص وحدك، هن الخاص مش طرابلس رخيصة. لا انا ما قلت طرابلس عزيزة كريمة عرفت. انا ما قلت ابدا نو اكيد ولا صحيح. هل بكل بساطة نحن شعب تاجر نفهم بالربح وبالخسارة. هل لا. اللواء أشرف ريفي بيعتقد انه من هدم البلد بيقدر يرجع يعمرها؟ مش اللي هدم بيعمرها، اللي هدم لازم نهدمه لنقدر للأحرار يعمروها. اللي هدم حكما لا ما بيعمرها. مشان هيك قلت اللي على الكابيتال كنترول ما راح يعملوا كابيتال كنترول. ليش؟ ما هن الحراميه، هن اللي بدهم يهربوا المصريات الحقيقه. الشرفاء ما معهم مصاري، يعني اللي معهم مصاري ما بيهربوا مصرياتهم، بيخلوها وطنيا الحقيقه. نعم. عشان هيك انا برايي اللي سرق مصريات الناس ما هو بيردهم. بدها تجي سلطه شريفه، سلطه وطنيه تحطهم بالحبس وترد مصاري العالم. بعدين قلنا لهم لازم نقر بقانون مثل ما قررنا قانون تبع حفظ الذهب الحقيقه، ان نعتبر ودائع الناس واموال الخزينه العامه التي سرقت هي ودائع، هي امانات بكل معنى الكلمه، امانات باعناقنا كلنا سوا. لانه بالنهايه هذا اللي سرق المصريات، مصريات الناس. لا يمكن ان تبني وطن اذا لم تعيد كامل ودائع الناس لهم. ممكن تقول له بس اغفر لي بدل ما عدلك ارجع لك اياهم هلا، برجع لك على مدى 3 سنين ومش اكثر من 3 سنين. لانه بالنهايه اذا ما عملت فعلا، اذا بردت مصريات الناس لا احد يثق بلبنان هلا 10 سنين. لا فيك تفتح بنك، لا فيك تفتح مصارف، ولا في اي شيء، لانه ما بيعود في الثقه فيها نهائيا. لانه حيقول لك حبيبي ليكو سرقت مصريات الناس وحاطين ودائعهم. في ناس جاهدت في الخارج عشرات السنين لترجع تعيش بكرامتها اخر عمرها، سرقوا لها مصرياتها بكل اسف. هي امانه باعناقنا، يجب ان تعاد المال
ودائع كاملة وإلا ما بيبنى وطن، لأنه بالنهاية إذا ما عندك قطاع مصرفي ما في وطن الحقيقة، ما فيك ترجع للمقايضة وللتبادل الورقي نهائيا الحقيقة. جنرال، يا الله أنا معلقة معي جنرال. يا حضرة اللواء عذرا، حضرة اللواء عم بدق تليفونه. حضرة اللواء، حضرة اللواء رح جرب عجل. ما بقى عنا كتير أسئلة، عم جرب استفيد. أنا ما عندي وقت، الله يخليك. الوجود السوري، النازحين السوريين في لبنان، نحن بنعرف انه مش كلهم هربانين من النظام، في منه عم بيستفيد من هيئة الإغاثة وإلى ما هنالك، وفي بعض الجمعيات المحلية اللي تنشط معهم أيضا مستفيدة من الموضوع. لماذا سياسيا ما بترجع، يعني ما بيفتحوا الرجعة الطوعية؟ ما بتخيل هن هالقد مبسوطين عايشين بإذلال، بكوليرا، بتعتير بلبنان. برأي حضرتك لماذا لا يرجع السوريين بعض أقله إلى المناطق اللي مش كل سوريا هلا في حرب، في محلات ستب الأمن؟ ليك للأمانة اليوم المجتمع الدولي هو حريص على إذا بدك أمان هالناس هاي الحياة، وبيطلب منك إذا العودة لم تكن آمنة ومضمونة. أنا برأيي ما فيك تكبوا على النار. أنت بتعرف الحياة وأنت بأوروبا الحياة، يعني اليوم أي نظام أوروبي إذا بيعرف في إنسان في خطر عليه ببلاده ممنوع يرده غصبا عنه على بلاده إذا ما كان مأمن إنه على حياته. اليوم إذا في حكم إعدام بدولة معينة ما فيك ترد سجين، ما فيك تعمل استرداد لسجين نهائيا، لأنه خاصة عند الأوروبيين وعند الدول اللي بتحترم حالها تمام الحياة. صحيح. اليوم ما حتى النظام ما في امان اذا نعم. بدك انه حضرة اللواء حضرتك بتعرف انه مش كلهم عندهم، في منهم قسم كبير بيطلع وبينزل، بيجي بيقبض من هيئة الأمم، بيطلع بيشتغل المجتمع الدولي خوفه انه بالنهاية انت اليوم تجرف العالم، جرف تكبهم باحضان النظام الحقيقة. هلا ممكن كانت تعمل شيء انه هال اللي احتفلوا انه والله بشار الاسد، انه اللي اخترعوا بشار الاسد واللي احتفلوا بشار الاسد واللي بيروح وبيرجع على ضيعته وما عليه مشكله، تقول له خي تعال لك بدك تزور زياره عاديه ممكن جدا، بس انه تعيش عندي على ارضي لاجئ ما لك حق، لانه بالنهايه منك لاجئ انت مبدئيا، ما في خوف عليك عم تروح. اليوم هي السلطه الحاليه منا جاده ولا تجرؤ تخاطب النظام السوري للامانه اذا بدك، واكبر دليل لك وكل دول العالم سواء كانت صديقه او مش صديقه مبدئيا او في حساسيات بين بعض البعض بترسم حدودها. هون ما بتجرأوا يفتحوا مع السوري كلام انه بدنا نرسم الحدود حتى ما يزعل منه النظام السوري. يا اخي مش عم بطلب من النظام السوري شيء غير متعارف عليه بين الدول، هو له مصلحه يرسم حدوده وانا لي مصلحه ارسم حدودي مبدئيا، بس ما بيجروا يحكوا مع النظام السوري هالقد دونيين، لانه بالنهايه تعودوا على يعني يكون الالتحاق فيه دوني مش متكافئ الحقيقه. يعني في بعض السياسيين ما زالوا بالعقليه العثمانيه بالانبطاح قدام والي الشام. والي الشام. صحيح. حضرة اللواء، بالنسبة للفلسطينيين الموجودين بلبنان عايشين بحالة اكتظاظ سكاني، يعني عايشين بضيقة كتير 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 لا تحتمل، بالوقت اللي بنعرف انه بغير بلدان على سبيل المثال بالكويت يعطى الاشخاص البدون يلي هن ما عندهم جنسيات يعطوا جواز سفر مؤقت للسفر. نحن شو ناقصنا انه نفتح لهم مجال، اذا مش قادرين نشغلهم بكرامه ونعيشهم بكرامه بغض النظر عن مواقفنا السياسية والسابقة بتاريخ لبنان، حرب اللبنانية عن رأينا فيهم، ولكن إنسانيا لماذا لا يفتح هذا الباب للفلسطيني بجواز سفر مؤقت؟ البدو يفل يا خيي. للأمانة مثل ما يعني هاي قضية فلسطينية قضية مقدسة للأمانة إذا بدك. هذا إنسان رحل من أرضه، حقه الطبيعي أن يبقى في مكان ما بس يعيش بكرامته الحقيقة. المخيمات ما فيها كرامات للأسف حقيقة الأمانة. هلا خلينا نطمن اللبنانيين، العدد الباقي منه عدد كبير تمام الحقيقة، وأنا مع أنه فعلا ينعطى جواز سفر يسمح له يروح أي دولة بتستقبل مبدئيا، وإذا بده يعيش بلبنان مؤقتا يعيش بكرامته، مش يعني بمخيمات أغلبيتها تنك وأغلبيتها إذا بدك ما فيها حد أدنى
لو ما المجتمعات الدولية عم تقدم أو المنظمات الدولية عم تقدم شوية خدمات وإعاشات، كان وضعهم حكم الإنسان كان مزري جدا جدا. يا أخي خلي يعيش بكرامة كإنسان، هذا الحياة. وما حدا يكون اكيد الحقيقه يعني الا اللي بتقبل انه تعيش برات بلادها، لانه الانسان الحقيقه حكما يعني حق العوده، بس تامن له حق العوده كله بيرجع على فلسطين الحقيقه. لهلا اذا بدك الحقيقه يعني يدافع عن قضيتهم وكانه اذا بدك حياه طلعوا منا امبارح مبدئيا. هي قضيه هالقد عزيزه عليه، والانسان كرامته بوطنه يا جماعه لسه. انما المزايدات المذهبيه والطائفيه في لبنان يعني دفعوا حقها هن بكل اسف الحقيقه. انا بقول له تعال اقول لك، لك حق تشتغل بمحلات اذا ما تنافس اللبناني اكيد، لانه بالنهايه في مهن اللبناني ما بيشتغل فيها تمام الحقيقه، وهو عنده يعني كفاءه عاليه الفلسطيني. يوم كانت فلسطين بعدها قائمه كانت من اعلى مستويات العلم عند الشعب الفلسطيني اكثر من الشعوب الاخرى الحقيقه الامانه. مشان هيك حاج بقى تذلوا الاسباب اذا بدك الحقيقه، بس وتدخلوا بنزاعاتنا المذهبيه والطائفيه، او مش نزاعات، مزايدات بكل اسف الحقيقه. عشان هيك انا معك تمام الحقيقه. الحق للفلسطيني ان يعيش بكرامه وين ما كان يكون الى ان يعود لوطنه، انا بري هذا حق مقدس الحقيقه. نحن حطينا بالدستور منع التوطين، خلص اوكي، كلنا بنحترم منع التوطين، واكثر من هيك الفلسطيني بده منع التوطين، ما بده يسكن بمحل ثاني، هو مقيم مؤقت الى ان يعود الى وطنه مبدئيا. اليوم بكل اسف الحقيقه لبنان العرب اقروا اذا بدك، مش بكل اسف، يمكن اقروا خطوه قبل اوانها، هي قصه حل الدولتين. هي اول مره بنشوف الاداره الامريكيه بتحكي بحل الدولتين، ان شاء الله يمشوا فيها مبدئيا، وساعتين بعدين انه بالنهايه تحل ولو جزئيا القضيه بشكل انه مقبول عربيا، عشان لنقدر نلتحق فيها كلنا سوا الحقيقه. انا كلبناني بحلوا دولتين بحلوا ثلاثه ما عندي مشكله، بحترم المآسي الفلسطينيه، بس يحلوا أكيد عني أكيد. بس يحلوا عني. صحيح. وطني صحيح. قبل صحيح. وطني قبل الكل. وحياتك عند الشعب الفلسطيني فينا عم نحتك فيهم حكما انظاره نحو فلسطين، مش اكيد انظاره نحو اكيد لبنان اكيد يعني. اكيد اكيد وبرجع بقول لك نعم. كرامة الإنسان بوطنه مش أكيد. محل تاني. هو إذا بدك عم يدفع، إذا بدك شبابه عم تقتل إذا بدك الحقيقة، لا يحقق فعلا في صراعه لإعادة وطنه. يعني نحن ما عم نبرر اللي بعض الفصايل عم ترتكبه، ولكن انت لما بدك تحط لا ما فينا بسينه نحمل الشعب الفلسطيني إذا اكيد بدك أخطاء اكيد اكيد بعد المجموعة، ما في يحطهم بالزاويه، ممنوع تطلع، ممنوع تسافر، ممنوع لا 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 لا, لا. ويجي هذا وحدك، هذا شيء غير إنساني وغير مقبول. صحيح صحيح. قربنا على الآخر نحن مقابلتنا حضرة اللواء. نعم. ولكن نعم. اتهم أخوك بالعمالة. هل اتهم أخ اللواء أشرف ريفي بالعمالة لإحراج أشرف ريفي أم ماذا؟ هي رسالة لي بكل أسف ما قدروا يطالوني، حاولوا يفتحوا ملف هتك ولا من داخل خلال قيادتي لا مبدئيا ما لقوا ولا ملف فساد نهائيا. مشان هيك يعني، وخاصة انه انا وقت اللي هن فتحوا هذا الملف وكان مرق عليه سنين للأمانة اذا بدك، هون انا خليني اقول لاهلنا اللي عم يسمعونا مبدئيا، خيي جمال من 50 سنة بيعيش باستراليا، وهو لبناني، استرالي لبناني الحقيقة الأمانة، هو طبيب، هو طبيب إنساني الحقيقة الأمانة، والجالية بتعرفه باستراليا الحقيقة. عندك منظمة أطباء بلا حدود، لا يجوز أن يحاكم أطباء بلا حدود وين ما راح لأسباب إنسانية على أي دولة، حتى لو كانت معادية لوطنه الحقيقة الأمانة. هذا صار عنده صفة إنسانية. يعني العدو الطبيب، يعني الجيوش العدوة بتطبب بعض البعض، وتاريخيا وحاليا تمام. خي إذا بدك الحقيقة حكما عضو فاعل، طبيب فاعل باستراليا تمام. عملوا منظمة تشبه منظمة أطباء بلا حدود. هاي المنظمة بتاخذ إذا بدك قدرات من السلطات الأسترالية، بتساعد بعض الدول. خي باندفاعه لفلسطين، للقضية الفلسطينية، على علاقات مع السفارة الفلسطينية بأستراليا، مع ممثل منظمة التحرير الفلسطينية بأستراليا، علاقة طيبة جدا جدا، وبيعطوا أفضلية للشعب الفلسطيني باعتبار عم يعيش مأساة الحياة. وقت اجت قصة كوليرا قدروا جابوا الحقيقة عدد كبير جدا من مكانات التنفس الاصطناعي وعطوها كلها للشعب الفلسطيني الحقيقة. وجهت له دعوة من الشعب من السفارة من المنظمة التحرير الفلسطينية ليزور فلسطين إنسانيا، ليطلع على أوضاع المستشفيات الفلسطينية بفلسطين الحقيقة. راح زيارة لفلسطين، وراح بعقلية الأسترالي مش بعقلية اللبناني إنه عندنا قانون ممنوع تروح لهونيك، لأنه هو بيجي هيك بالمناسبة عند أهله، عند الوالد الله يرحم أبنه توفى، وعند ولعنا كأشقائه الحقيقة.
اثناء وجوده حكما وجهوا له دعوه الفلسطينيين. عم تسمعني؟ ايه اكيد، تفضلي. وين؟ ايه، نعم. وجهوا له دعوه الاخوه الفلسطينيين، السلطه الفلسطينيه، انه يروح يصلي بالقدس، وكل مسلم اذا لك حلمه يصلي بالقدس صلى بالقدس، وبس رجع على استراليا نشرها بكل الجرايد الاستراليه، هو فخور انه صلى بالقدس وزار كل المستشفيات الفلسطينيه. تمام. مر علي سنين، في مرحله معينه كان في الصراع مثل هلا كان اقوى بينه وبين حزب الله باشده تماما. فجأة نبشوا لنا هالملف هذا انه والله انه خيو زار فلسطين وزاير اسرائيل، يا ريت قالوا فلسطين الحقيقه، وحاكموه، لا بلغونا ولا اعطونا خبر ولا دافع عن حقوق ولا شيء ابدا. محاكمات اجريت اثناء فتره كورونا الصعبه، اللي ما حدا يطلع من بيته، ممنوع يطلع من بيته. ثانيا نعمل محاكمات اذا بدك فتره زمنيه، يعني فترات زمنيه غير طبيعيه تماما. يعني حركوا القضيه خلال شهر، كان طالع الحكم على خي جمال بدون ان نعلم، لا يدافع عن حاله ولا يبعث محامي ولا اي شيء. تمام. حقيقة اجت السلطه الاستراليه بعدين حقيقة كمواطن اسرائيلي قال عيب اللي صار. حقيقة هذا مواطن استرالي، كيف بتحاكموه بدون ما يكون في محامي عنه؟ حاكموه على طريق المحكمه العسكريه، على طريق حزب الله بكل اسف. بس هي كانت رساله لي انا وقت اللي ما قدروا طالوني لا بفساد ولا اي شيء ولا باغتيال تماما، حاربوني عن طريق خي بهالمعنى. خي انا افخر فيه، الشعب الاسترالي يفخر فيه، الشعب الفلسطيني يفخر فيه، السلطه الفلسطينيه. قال احد المسؤولين الفلسطينيين قال لو بتحبوا فلسطين كان المفروض تعطوه وسام للدكتور جمال ريفي. ثانيا الاطباء بمهمه الانسانيه لا يحاكموا مهما وين ما راحوا تماما. واكبر دليل اطباء بلا حدود ما بيسألوا إذا كان في نكبة بمحل معين ليش رايح على الدولة الفلانية وعلى الدولة الفلانية. العمل الإنساني يتخطى الحدود، يتخطى كل القوانين كذلك الأمر. حياة هذه خلفيتها كلها سوا. أعطوه شهادة إضافية، ما بقي مسؤول أسترالي ما راح هنا خي جمال على مهماته، وبالنهاية وقف إلى جانبه تماما. اليوم بس تسقط يد حزب الله أنا برأيي يصبح بطلا خي جمال، مش عدو خاين مثل ما هن عم يعتبروه. وبكل أسف يعني جمال نفاخر فيه عربيا واستراليا ولبنانيا، وحاج بقى هي معروفه شو خلفياتها الحقيقه. بس برجع باكد انه هي بسبب يتحمل عني خي جمال، وانا اذا سببت له هالشيء بعتذر منه اعتذار شديد. اذا جمال ريفي عميل صهيوني، هوكشتاين يلي زار بيروت فرش له السجاده الحمراء، صحيح دقت حرس الجمهوري دق له النشيد مراسم التشريف. مين هو هوكشتاين؟ مرمطانوس البدواني؟ هوكشتاين مثل ما هو امريكي هو اسرائيلي ومعه جواز سفر اسرائيلي وخدم بالجيش معروفة جنرال، معروفة. من شان هيك اذا عم بقول اذا اخوك عميل هوكشتاين شو مرمطانوس البدواني؟ صحيح يعني صحيح. برجع بقول لك الحقيقه الامانه، هاي رساله لي انا، مش رساله لخي جمال، رساله لي من خلال خي جمال الحقيقه. في قسم من اللبنانيه، نحن شعب منحوس يا رجل. اللي ما مات بالحرب الزعيم تبعه دعسوا، شعب منحوس. كيف ما برمتنا منحوسين يعني بين الكوليرا والكورونا والزعماء وانفجار المرفأ ما بقى في شيء. يعني ربنا عم بيعذبنا هون تيخدنا دغري على الجنة جنرال. في قسم من اللبنانيين ونحن بنعرف انه بجيش لبنان الجنوبي كان في تقريبا حوالي بين 50 و60% من اهلنا الشيعة. في قسم من اللبنانيين مسيحيين وغير مسيحيين هربوا على اسرائيل. نعم صح. هودي لبنانيين شئنا ام ابينا، حتى يهود وادي ابو جميل لبنانيين الجنسيه. معظم اطفال وقت اللي راحوا هربوا على اسرائيل الطفل كان عمره 2 و3، وين بيتحمل مسؤوليه هذا العمل الحقيقه؟ هيدا السؤال لأي متى جنرال؟ لأي متى؟ نعم. هو بده يضلوا يعني عم ندفشهم، نحن عم ندفشهم تيضلوا باحضان الاسرائيليين، هو اهلنا. شو هيدا الوضع؟ للامانه انعمل اذا بدك شبه تسويه بين السنه والشيعه والمسيحيين بقانون عفو لنوضع حد حكما لهالابتزاز اللا انساني سميح. يعني في اطفال اخذوا اهاليهم على اسرائيل. نعم. على فلسطين اخذوهم للامانه كانوا اطفال رضع. اكيد. هذا كيف بدك تحاكمه؟ وين كان عنده قرار ومسؤوليه للامانه؟ صحيح.
ابائهم اذا بدك راحوا كلهم سوا، يا هاجروا يا اما توفوا للامانه. هذا الحكي عمره صار 30 40 سنه تمام الحقيقه. اليوم انعمل تسويه بقانون عفو انقض عليه باخر لحظه حزب الله الحقيقه للامانه. انا رجعت حركت الملف يا اخوان، في احنا بدكم تمحوا الماضي، محوا الماضي خلال قانون عفو مبدئيا للامانه اذا بدك حقيقه. هلا اذا في حدا حضرة اللواء، اذا في حدا ارتكب عن سابق اصرار وتصميم قتل، هيدا يحاكم، فليحاكم بمحكمة هذا ما حيرجع، هذا ما حيرجع. اما وحياتك اللي بيعرف حاله اذا بدك قاتل ومرتكب ما راح يرجع مبدئيا حقيقة. بس نعم. في ناس، في اطفال هي الامانه مثل ما قلت لك، اطفال اخذت مع اهاليها وهي اطفال حقيقة. نعم. وقلنا يا جماعه اليوم انتم بدكم تسكروا ملفات الماضي لنبلش ننطلق للامام تماما الحقيقه. في مصلحه سنيه شيعيه مسيحيه، مصلحه وطنيه، ونعمل لك قانون عفو للامانه انقضى عليه باخر لحظه. كان موافق باول، انقضى عليه حزب الله بعدين بالمزايدات فقط لا غير حقيقه. حنرجع نحرك الملف وحياة عينك حقيقه. نحن بدنا ننهي الماضي مبدئيا، وبرجع بقول لك تمام الحقيقه نسبة إذا بدك اللي راحوا على فلسطين النسبة منا مسيحية، مش النسبة الأكبر مسيحية الحقيقة. في مسلمين راحوا بغض النظر هودي ناس لبنانيين، هو ناس وطنيين. صحيح. في من ارتكب فليحاكم، نحن ما عم نقول وما ارتكب هو هو ما بيرجع للبلد. احسن ولكن بس دخلونا بالمزايدات، دخلوها بالمزايدات لا انسانيه اذا بدك، وحزب الله كان موافق عليه يرجع، هو قلب سحب موافق. يعني هلا بطلوا مبعدين، صاروا مجبرين. الاولاد اللي خلق هونيك او الطفل يلي فل طفل، هيدا بطل مبعد. هيدا صار نحن جابرينه يضل هونيك، مثل وكانه عم نفضي البلد. انا بوافق معك على الكلام. صحيح عم نفضي البلد. وبرجع لأكد تماما في مشروع عفو يشمل ثلاث فئات مبدئيا. نعم. في مصلحه سنيه، في مصلحه شيعيه، في مصلحه مسيحيه، يجب ان يسير هذا قانون العفو. وبرجع بقول لمصلحه وطنيه لازم يمشي العفو الحقيقه. بعد عندي سؤالين، انا كثير طمعان. نعم. اليوم بالعكس، اهلا وسهلا. الله يخليك. خليني اسالك عن السيد سمير جعجع، حوكم بالمحكمة العسكرية واتهم بريء أو مش بريء، مش شغلتي، ما بعرف. اتهم وفي اشياء هو اعترف فيها، اتعامل مع العدو الإسرائيلي ودرب وإلى ما هنالك. لا، ما حكموا لهالسبب، حكموا سيد النجاة. نعم. لا، أنا عم بروي التاريخ. يمكن نعم. لو حكموه على انه تعامل مع اسرائيل كان اهون ما انه يلبسوا. عرفت انه اوكي، فات اتهم، سجن، طلع، رجع يمارس نشاطه كوالي بمنطقة كسروان، جعجعلاند. بينما في بعض الأشخاص بالوقت الجنرال نفي على فرنسا، بس في ناس ما قبلوا يدخلون بموضوع العفو. على سبيل الذكر مش أكتر أبو أرز. أرز ما ارتكب، يمكن ما بعرف لحد علمي، اشرح لي إذا غلطان، هل أبو أرز ارتكب أكثر من غيره بالنسبة للبنان؟ هل أبو أرز، ليش أبو أرز لغاية الآن منفي؟ لأنه كمان حكم بنفس الطريقة اللي تحكم فيها أخوك جمال، المحكمة العسكرية، صدر حكم غيابي وإلى ما هنالك. هودي الناس اللبنانية كلهم هودي أهل. إذا ارتكب ما ارتكب فليحاكم محكمة عادلة. شو رأي اللواء أشرف ريفي يلي بيعرف البيضة مين باضة بمراكز المخابرات وقت اللي كان أمني رجل أمن، شو بيقول عن موضوع أبو أرز؟ أنا الأمانة هي المرحلة الأولى من الحرب ما كنت تقريبا يعني بالسلطة أو كنت يعني بموقع رسمي أبدا نهائيا، ما عشت التفاصيل. بس برجع بقول لك هي أمور مضي عليها فترة زمنية يعني كبيرة جدا جدا الأمانة، وأنا ما سمعت أنه هناك كانت ارتكابات غير إنسانية. بس هذا انطباعات لا يعني ولد شاب يافع ما كان بعده إذا بدك نضج سياسيا أو صرت على دولة نهائيا. الحقيقة برجع بقول كل دول العالم بعد مرور يمكن 25 سنة أو 20 سنة من أي حرب أو أي شيء بتسكر الصفحة وبتبلش صفحة جديدة تماما. إنما هي تشترط أن تكون في سلطة وطنية.
اليوم لا المرحلة السورية كانت سلطة وطنية ولا المرحلة الحالية سلطة وطنية، بالأول كانت سورية هلا إيرانية، مشان هيك ما في موضوعية بقراراتها، بالعكس في حسابات خاصة بموضوعات الحياة بقراراتها. اللواء أشرف ريفي، عم ننزل على الانتخابات، عم تنزلوا حضرتكم على الجلسات كنواب وعم بتشوف هالمسرحية اللي ما بقى تمرق على ولد صغير. اليوم اللواء أشرف ريفي، إذا جيت قلت لك ما يتشعر بدنك حضرة اللواء، بدي أعطيك 4 أسامي تختار اسم لمين بتصوت. السيد جبران باسيل، السيد سمير جعجع، السيد سليمان فرنجية، وقائد الجيش الجنرال عون، مش ميشيل عون، جوزيف عون. مين لمين؟ 2 ما ممكن نصوت لهم، 2 ممكن نصوت لهم، الجنرال جوزيف عون ممكن نصوت له، سمير جعجع ممكن نصوت له، جبران باسيل منا بوردي، سليمان فرنجية عندي احترام شخصي على المستوى الشخصي بس بالسياسي ما بصوت. ماذا رأيت بشخصية السياسي سمير جعجع ما لم تراه بسليمان فرنجية أو بالآخرين؟ عم بحكي سياسي، أنا مش تحليل شخصي، عم بحكي بالسياسي، بالتوجه السياسي. بالسياسي اليوم أنا حليف مع القوات اللبنانية بالانتخابات، مشان هيك بصوت له كحليف. سليمان فرنجي برجع بقول لك على المستوى الشخصي أنا ما في شيء بيني وبينه، وإنما بالنهاية بالسياسي ما بصوت له، لأنه محسوب على الخط السوري. صح، مزبوط، صحيح. طيب بس ما بحرب الجيش والقوات، بحرب التحرير اتفقوا السوريين مع القوات لإزاحة ميشيل عون ورجموه. أنا ابن المرحلة هاي، ابن اللحظة هاي، مش عم برجع للماضي مبدئيا، أنا ابن المرحلة. أكيد عندي عتب على سمير جعجع بقصة التسوية الرئاسية، مثل ما عتبي على سعد الحريري بالتسوية الرئاسية. نعم. بس بآخر شيء بالمرحلة الحالية حكما نحن حلفاء بالسياسة. آخر سؤال اللي ذكرتني فيه حضرة اللواء، السيد الله يرحم ترابه رفيق الحريري أورث سعد الحريري حمل سياسي وسمعة طيبة و أكبر منه. أين أخطأ سعد الحريري بالحفاظ على إرث السمعة والمال وكل هالصيت الطيب لرفيق الحريري؟ أين أخطأ برأيك؟ هذا آخر سؤال. الأمانة صار هو خارج لعبة السياسية، أنا بسمح لحالي أقول له بتمنى له كل التوفيق بالمرحلة الجديدة بحياته تماما. ما بدي وقت اللي كان بالسلطة حكيت اللي بدي أحكيه، ما بدي أرجع كاريره الحياة. نعم. بقول فقط بتمنى له كل التوفيق وكل محبة. برأيك ما رح يرجع؟ بتصور خرج وما رح يرجع. لا، أكيد ما حيرجع. دولة الرئيس أشرف ريفي توجه للي عم يسمعوك بالاغتراب بدقيقتين وقت تخبرهم، تطلب منهم، تقول لهم لبنان شو بده وشو بده منهم. تفضل، الهوى لك دولة الرئيس. أول شيء بدي أوجه لك شكر على المقابلة هاي الأمانة، وأقول لك أنا سعيد جدا فيها. توجه لكل المستمعين أقول لهم مهما صعبت الظروف عنا دائما تفائلوا بالخير وحطوا أمل بلبنان، وحكما أي احتلال سواء كان مقنع أو كان ظاهر ما بيبقى للأبد نهائيا. وأكبر دليل حكما الرخامات على نهر الكلب. الحقيقة كل احتلال زال مبدئيا السوري خرج والإيراني سيخرج قريبا إذا قدرت إن شاء الله، ونحن بمرحلة إن شاء الله ما بتكون طويلة نعود إلى الحكم الوطني ونرجع ننهض ببلادنا، ونرجع نقول لكم أنتم الجناح يعني الاغترابي، أنتم عماد هذا الوطن، أنتم سفراء الحقيقيين للوطن، أنتم دعامتنا الأساسية، ونحن أولادكم وأنتم أخواتنا بهالمعنى هذا. الحقيقة اللواء أشرف ريفي، كل التمنيات لك. يوما ما نشوفك دولة الرئيس، نحن بحاجة لناس جريئة تقول اللي عندها وما تكون تاجرة. كل الشكر لك، تمنياتنا لك بالصحة والله يحميك، وعذرا أخذناك من العائلة نهار الأحد. بالعكس سعدت الحقيقة. شكرا لك وشكرا لكل المستمعين وتحياتي لكم. شكرا يا عمري. شكرا لك دولة الرئيس. شكرا. وين صرنا؟ وين صرنا؟ لاقونا هالأحد وكل أحد مع ضيوف كتار حتى نعرف وين صرنا، ومنسأل وين صرنا وبحالتنا شو صار.
صرنا كل أحد الساعة 11 صباحاً والإعادة 11 ليلاً بتوقيت باريس. يا عالم يا ناس ردوا علينا وين صرنا؟